السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو نقدم لكم تفسير شامل لأهم العلامات التي تدل على قرب الفرج في المنام، كما ذكرها كبار علماء تفسير الأحلام مثل ابن سيرين والنابلسي وابن شاهين وغيرهم. فإذا رأيت واحدة من هذه العلامات في منامك فأبشر إن شاء الله بالتيسير بعد العسر والفرج والفرح بإذن الله تعالى. من أعظم هذه المبشرات أن يرى النائم أنه يخرج من مكان ضيق إلى مكان واسع، مثل الخروج من غرفة ضيقة إلى ساحة كبيرة. كذلك الخروج من مكان مظلم إلى نور تعد دلالة قوية على خلاص الرائي من الكرب والضيق والهموم. أيضا رؤية نزول المطر في المنام، خاصة إذا كان بعد جفاف أو وقت الحاجة، تدل على رحمة من الله تعالى وقرب الفرج وزوال الهموم، خصوصا إذا كان المطر خفيف ولم يضر. أيضا رؤية المفتاح في المنام رمز للفتح وحل المشاكل والتيسير، وقد ورد عن ابن سيرين أن رؤية المفتاح تبشر بزوال العقبات وفتح أبواب الرزق والخير والفرج على الرائي. رؤية الصلاة والسجود في المنام، أن يرى الشخص أنه يصلي ويسجد في المنام دليل على الإجابة وأن الفرج قريب، وهي من أعظم البشارات التي يمكن أن يراها النائم في المنام. أيضا رؤية زيارة الكعبة في المنام والطواف حولها دليل على قرب تحقيق الأماني الكبيرة والعظيمة في قلب الرائي، ودلالة على زوال الأحزان وفتح أبواب الخير والبركة على الرائي. ومن المبشرات كذلك رؤية لبس الثياب البيضاء النظيفة، فهي دلالة على الفرح والسعادة، وأن الأيام القادمة على الرائي سوف ينعم فيها بالسعادة وتزول عنه جميع هموم. أيضا رؤية الطيور البيضاء وخاصة الحمام الأبيض بشارة للرائي بأنه سوف ينعم بالسعادة والسلام وقرب الفرج إن شاء الله. كذلك رؤية فواكه أو أطعمة طيبة وخاصة العنب والرمان والتمر تبشر الرائي بأنه سوف ينعم برزق وخير كثير في الأيام المقبلة. كذلك من الرموز القوية رؤية نور أو ضوء قوي يملأ المكان في المنام، أو أن يرى الشخص نور يخرج من جسده، تدل على زوال الهموم وعلى شفاء المريض وتحقيق الأمنيات. إذا رأى أحد هذه الرموز في المنام وكان يشعر براحة نفسية وسرور في الرؤية، فليحمد الله كثيرا ويكثر من الدعاء. اكتبوا لنا في التعليقات أجمل رؤيا مبشرة رأيتموها من قبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.